كحزب حوار وطني دكتور روجيه، كيف بتقيم الوضع الحالي؟ هل يا ترى السكوت عن التهديدات الدايمة عم بتشجع الطرف الآخر ضلوا يشن هجومه وحاليا على الدولة اللبنانية؟ نحن أكيد بنرفض كل أنواع الهجوم، والخطاب لازم يكون الخطاب السياسي يرجع مثل ما كان قبل. نحن بنرفض لغة التهديد من حي الله مصدر اجت. نحن اللبنانية متفقين على نعيش عيش، يعني نكون عيش مشترك بيناتنا، واضحة تحت سقف القانون، تحت سقف الطائف. بقى كل جهة بدها توجه للجهة الأخرى أي تهديد أو لغة تصاعدية نحن بنرفضها بحزب الحوار الوطني أكيد. شو الخطوات العملية اللي رح تاخدوها كحزب حوار وطني وكجبهة سيادية غير البيانات؟ يعني العالم ملت من البيانات، ناطرة خطوات عملية، وخاصة هيدا وزير خارجية لبنان. نحن اكيد بنرفض اي تهجم على معالي الوزير. بعتقد هي اول مره عنا وزير خارجيه لبناني صرف بيحكي بلغه لبنانيه وبيتوجه لكل اللبنانيين، ما عنده تفرقه. ونحن برجع بكرر، نحن تحت القانون، ولازم كل شريحه من الشرائح اللبنانيه، المجتمع اللبناني، وخاصه يلي هن مؤتمنين سياسيا على هالشعب اللبناني، انه يحترموا القوانين بلبنان. مشان هيك برجع بكرر، أي لغة تصاعدية أو تصعيدية بالأحرى ضد أي مكون لبناني نحن بنرفضه. وطبعا نحن بالجبهة السيادية وخاصة حزب الحوار الوطني مع تطبيق القوانين، وما حدا بيعلى على القانون مهما على شأنه.